علوي. بسم الله الرحمن الرحيم. علوي نصوري مصطفى. الإطار أستاذ إطار أستاذ متقاعد، عضو المكتب الإقليمي لفيدرالية الأمهات أولياء وأباء التلاميذ فرع فاس. طبعا تابعنا الندوة الصحفية اللي قام بها فرع ديال الفيدرالية، اللي من خلالها أبسط وجهة النظر ديالو وبلغ الرسالة اللي تحملوها على العاتق ديالهم انطلاقا من المسؤوليات اللي تقلدوها من خلال تأسيس مكاتب جمعية الآباء في المدارس ومن خلال الانخراط داخل هذه الفيدرالية. طبعا التتبع للندوة الصحفية التي نظمها الفرع، وكان الأخ رئيس موفق إلى حد كبير في التعبير عن ما يجول بخاطرنا كآباء وكأولياء أمور تلاميذ، باعتبار أننا نعتبر أن الوضعية التي يعيشها التلميذ هو الحلقة الأضعف في هذا، إلا بغينا نقولوا في هذا التجاذب، باش ما نقولوا شي صراع، كاين تجاذب ديال في الحراك المجتمعي من خلال المواقف ديال الأساتذة من قرارات اللي تتخذهم الوزارة أو كتحاول أنها تعالج بهم المنظومة التعليمية. حنا كآباء ما تيمكننا نصطفوا إلا إلى جانب التلميذ، إلى جانب الأسرة، على اعتبار أنها هي الحلقة المفقودة، والتي نعتبر أن من خلالها أن أبناءنا الآن أخذوا رهائن في هذا الصراع هذا، أخذوا رهائن. أنا أشعر بهذا الشعور هذا على اعتبار أن حتى هذا الوضعية اللي كيعيشها الحقل التربوي من جهة الفاعلين الأساتذة والإداريين، ومن جهة أخرى الأسر، ومن جهة ثالثة الحكومة، كنعتبروا على أنه هذا الثالث هذا ما تيمكن له يستقيم إلا إذا كان البنيان ديالو يرتقي بنفس المستويات حتى لا يعلو طرفا على الآخر. ففي تتبع ديال بعض الأسئلة التي طرحت والتي اعتبرتها أن مرائي الفيدرالية في هذا الواقع ديال ما يسمى ديال التشتيت سميتو العاملين في الحقل التربوي وخصوصا الأساتذة في تنسيقيات ونقابات، هذا هو ما يسمى بالحراك الجديد، الحراك اللي كتعيشه جميع الشعوب، أنه كاين قيادات اللي ربما في واحد الوقت يخفض توهجها لتحل مكانها أشياء أخرى، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، على اعتبار أن هنالك ذاك منسوب الثقة اللي كان ما بين الوزارة وما بين النقابات قديما، ربما اعتراه واحد النوع ديال الصدأ، واحد النوع ديال المعيقات اللي جعلت أن العاملين في الحقل التربوي خصوصا الأساتذة، ملي تنقول الأستاذ راه كيدرس المصطلح والمكان ديالو والزمن ديالو، فهنالك شعور بالغبن. هذا احنا كنشعروا به، ولكن في مجمل الأمر أو في موقعنا كآباء احنا لا نتدخل في التنظيمات اللي كتخص رجال ونساء التعليم، فهما أدرى بأنهم يكونوا تنسيقيات أو ينخرطوا في نقابات أو الأساس أنه هو أن تنعرف أن الأستاذ ملي تيكون دخل على باب المدرسة متجها إلى قسمه يلقي درسه الذي يتلقاه ابني، اللي هو إلا بغينا نقول هو الاستثمار ديالي في الحياة، لأن أنا ما عنديش شي حاجة اللي غادي تكون عندي بالأهمية أكثر من المستقبل للابن ديالي. وكان هناك تفاؤل؟ هو اللي كيعيش بلا تفاؤل هو ميت، وحنا الحمد لله شعب حر، شعب حي، شعب إلا بغينا نقولوا التحديات. وهذا رحمة الله عليه جلالة الملك الحسن الثاني قال لك حنا شعب كنعرفوا كيفاش نتصداو التحديات إلى جاتنا.
فلهذا حنا اذا بغينا نقول حنا الجيل اللي عشنا داك المرحله ديال التربيه ونعايش التربيه ديال الابناء ديالنا مع جلاله الملك نصر الله محمد الثالث، يعني ان حنا دائما عندنا ايمان وعندنا يقين وعندنا قناعه على انه هنالك بوادر خير، هنالك النفوس الطيبه. في المجمل لا نتهم احدا لا من قريب ولا من بعيد، كل له غيرته على هذا الوطن. حفظ الله المغرب من كل مكروه، وشكرا. شكرا.